هاتي الطاجن بتاعك وتعالي نعمل احلى طاجن شيش، ومن غير بقى بهدله مواعين كتير، وطعمه خطير. اول حاجه انا هجيب الطاجن بتاعي، وهنا جبت كيلو من صدور الفراخ على الوراك، طبعا زي ما تحبي، عايزه وراك بس او صدور بس. وقطعتهم مكعبات بس كبيره شويه يا بنات، مش صغيره. ونزلت ب3 فصوص توم متقطعين او 4 بالشكل دوت، ونزلت عليهم بمعلقتين صلصه ومعلقتين كاتشب، ونزلت عليهم ببصلايه مقطعه مكعبات، وفلفل الوان بقى واخضر وحامي مقطع برضو مكعبات، وعليهم عصير ليمونه، وعليهم فنجان من الزيت، وعليهم معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ومعلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من التوم الباودر والبصل الباودر. بس كده يا بنات، اقلبهم بقى كويس قوي بالشكل ده. بصوا هنا انا كنت ناسيه الاضاءه واكتشفتها متاخر. بصوا كده بعد ما قلبتها حطيت كده على الوش مكعبين كده زبده حلو، او مكعب زي ما تحبي، او مش حابه خالص براحتك، بس بتديها طعم حلو جدا. واغطيها بقى بورق الزبده، عليهم ورق الفويل، وادخلها الفرن على درجه حراره 200. هيقعد معانا يعني من ساعه لساعه وربع. وهشيل بقى الورق الفويل، واديها بقى تحت الشوايه كده دقيقتين، وهيطلع معاكم بالشكل القمر ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ طعمه خطير يا بنات، ومستويه وتحفه. وشويه صوص بقى ما اقولكوش بطعم الزبده. شايفين الصوص ده؟ تحفه على شويه رز بقى، خطير يا بنات. والفلفل الالوان حاجه كده وهم، وما خدش مننا وقت ولا مجهود، وما خدش مننا اهم حاجه المواعين. بصوا كله على بعضه كده، ما خدش اي حاجه، وطعمه وهم يا بنات. تقدري بقى تقدميه مع رز ابيض، رز بشعريه، رز بسمتي، اللي تحبيه. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يكون عجبكم، وبألف هنا.